السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كل سنة وانتم طيبين. أهلا بيكم في فيديو جديد من فيديوهاتنا. الفيديو بتاعنا النهاردة هنخلل فيه مع بعض إن شاء الله الزيتون. موسمه طبعا اليومين دول غالي شوية، بس لازم برضو إن احنا نخلله كده زي عادتنا كل سنة. أنا عندي هنا 2 كيلو من الزيتون، مشرخاهم كده بالطول بالسكينة وحطيتهم في مية بملح لمدة 3 أيام. كل يوم أغير من عليهم المية وأحط لهم مية تاني جديدة بملح علشان المرارة اللي فيه تطلع، لأن أنا عايزاه اكله سريع، يعني اقصاه 15 يوم، 3 اسابيع يتاكل. عندي كمان هنا ده كيلو شطه، اخدت منه الاحمر ضربته في الكبه مع راس توم مع شويه خل. ضربتهم في الكبه. وعندي كمان عصير حوالي 5 6 ليمونات كده، هاخد القشر بتاعه احطه على وش البرطمان من فوق، والعصير ضفته للتر ميه، عليه مج من الملح. انا بظبطه كده بدوقه، او ممكن انت تظبطي الملح بتاعه بالبيضه. بتجيبي بيضه نيه وتغسليها كويس، وبعدين تحطيها على وش الميه كده. اول ما تقب على وش الميه يبقى كده خلاص الملح بتاعه ظبط. لو انت مش حابه ان انت او مش عارفه ان انت تظبطيه بالطعم كده زي ما انا بعمل. باخد بقى الزيتون، بحط طبقات كده من الزيتون وطبقات من الشطه. لو عندك جزر كمان حطي جزر مبشور، او تقطعيه شرايح كده زي ما انت حابه. وممكن كمان انت تحطي كرفس بيخلي الزيتون حلو قوي، بس انا ما عنديش الحاجات دي دلوقتي. ان شاء الله اجيب كميه تانية واخلله معاكم بطريقه احسن من كده. ان شاء الله هعمل، ناويه ان انا اجيبه واعمله لرمضان باذن الله، بس ده زي ما قلت لكم انا هفتح عليه خلال 3 اسابيع او 15 يوم. فعاملاها على السريع كده باللي موجود عندي. هحط برضو طبقات كده من الزيتون، وطبقات من الفلفل، وطبقات من الفلفل اللي انا ضربته في الكبه مع الثوم لحد لما اخلص الكميه كلها. وطبعا زي ما قلت لكم انا مظبطه الميه بتاعته، ميه مغليه ومبردها. وبعد كده بضيف عليها مج من الملح لتر الميه، ومعلقه من السكر حفظ، وعصير 6 ليمونات. بقلبهم مع بعض. وممكن تظبط الميه بالبيضه بتاعته. هفضل بقى احط بالتدريج كده واكبسه كويس قوي علشان ما اخليش فيه هوا، يعني على قد ما اقدر اخلي كميه الزيتون بالفلفل اللي عندي على قد البرطمان، وتكون كبسه جامد زي ما انتم شايفين كده علشان ما يدخلش فيه هوا. مش هديله فرصه ان هو يتعفن. حتى لو الميه مش وصلته من فوق عادي خالص، انا بقلب البرطمان على الناحيه التانية، بخلي يعني بحطه 3 ايام كده الغطا بتاعه تحت. طبعا بكون قافلاه كويس قوي. بحط الغطا بتاعه تحت واخليه يعني معكوس البرطمان علشان اتاكد ان الميه غمرت المخلل كله من تحت ومن فوق. هحط برضو شويه خل كده زياده، وهحط برضو عصير ليمون تاني على الوش. وهحط القشر بتاع الليمون بقى علشان اغطي بيه، علشان ده اللي هيحميه من فوق. بصوا مكبوس ازاي، يعني على قد ما اقدر ان انا بحاول اضغط عليه وادخله جوه علشان ما يكونش فيه هوا خالص. احط بقى الميه اللي انا ظبطتها بالملح بالسكر بعصير ليمون. وطول ما انا بحط برضو اهز البرطمان كده علشان اتاكد ان هو الميه دخلت فيه كله كده، واغمسه بالطريقه دي. ما تقلقوش ان هو بيطلع ولا فوق، هو شيء طبيعي حتى لو البرطمان مش مليان، برضو بيطلع على وش البرطمان من فوق. زي ما قلت لكم انا بقلب البرطمان كده، بخلي الغطا بتاعه تحت والبرطمان نفسه معكوس علشان اتاكد ان البرطمان الميه بتاعته غمرته من تحت ومن فوق. بقفل بقى من فوق كده بطبقه كويسه من الزيت، بحط زيت كده كميه وفيره، واغطيه بقى بغطا محكم كده. ممكن كمان انت تحطي كيس علشان تتاكدي ان الغطا هيمسك كويس. وبعد كده باخده بشيله في مكان يكون متجدد الهواء.